دوري المجموعات من منافسات كأس العالم عام 2018 في روسيا صدمة لمحبي المانشافت الذين كانوا حاملي اللقب وقتها، ولكن السيناريو يتكرر أيضا اليوم. فالماكينة الألمانية فشلت في التأهل لدور ال16 وودعت كأس العالم في قطر رغم فوزها البارحة على كوستاريكا، إلا أن خروج ألمانيا اليوم مختلف. فهذه المرة كان الاحتفاء بإقصاء ألمانيا بين المشجعين العرب واسعا. السبب وراء ذلك هو هذه الصورة، حيث استهل المنتخب الألماني أولى مبارياته في المونديال بهذه الحركة تعبيرا عن اعتراضهم على قرار منع ارتداء شارة حب واحد التي يراها الكثيرون داعمة للمثليين. لاعبو المنتخب اعتبروا القرار تكميما لأصواتهم المدافعة عن حقوق الإنسان والأقليات، ولكن بعض المشجعين العرب أعربوا عن استيائهم من تصرف المنتخب الألماني واعتبروه عدم احترام لقوانين البلد المضيف وعادات المجتمع العربي. لذلك خرج بعض المشجعين العرب للاحتفال مع مشجعي اليابان التي بفوزها أخرجت ألمانيا من البطولة. واستمر الهجوم على المنتخب الألماني ليس فقط عبر الخروج في الشوارع ولكن عبر القنوات التلفزيونية أيضا. فالمذيع المصري محمد ناصر عبر عن فرحته لخروج ألمانيا، وكذلك معلقو قناة الكأس القطرية. أشوفكم بخير، أشوف الجماعة دول بخير، أشوف المنتخب ده بخير يا حضرات. مع السلامة، مع ألف سلامة، والقلب مش داعيلك. وتباينت ردود الفعل عبر مواقع التواصل أيضا. فالمعلق الرياضي بقناة بي إن سبورتس حفيظ دراجي غرد قائلا: سقطوا كرويا وأخلاقيا. اليابان يصنع المفاجأة الكبرى في مونديال قطر بالتأهل في المركز الأول بعد الفوز على إسبانيا، وألمانيا تخرج في الدور الأول للمرة الثانية على التوالي في سيناريو غريب. أما الممثل المصري محمد هنيدي علق أيضا على هدف اليابان الذي اعتبره غير صحيح قائلا: أحلى هدف حرام في البطولة. الهدف صحيح 100%، بس حتى لو مش صحيح احنا راضيين. الإعلامي السوري عبد المسيح الشامي أيضا علق وقال: يكفي سخرية من الألمان أيها العرب، فألمانيا صاحبة فضل على أغلبكم. ألمانيا تطعم وتكسي وتعلم وتطبب وتأوي 3/4 السوريين ونصف اللبنانيين وثلث العراقيين و3/4 سكان شمال إفريقيا وربع اليمنيين و أما كريم الخياطي فيقول: بعض الجماهير العربية مستفزة، يعني إيش ذنب منتخب من قرار يخص اتحاد الكرة؟ هؤلاء قدموا وهم عشرات الألوف وقاوموا الحملات الإعلامية. تخيل حين يعودوا لبرلين التي فيها مئات الآلاف من أبناء جلدتك الذين أوتهم هذه الدولة. نحاول نفصل بين المواقف السياسية ولا نضيع أخلاقنا كما تفعل بعض منظماتهم السياسية. مباراة ألمانيا مشاهدينا كما تعلمون كانت ضد منتخب كوستاريكا، وعلى الرغم من فوز ألمانيا ب4 أهداف مقابل هدفين إلا أنها خرجت من دور المجموعات بفارق النقاط بعد فوز المنتخب الياباني على إسبانيا كما شرحنا لكم سابقا. هداف المنتخب الألماني توماس مولر عبر عن حزنه رغم الفوز في آخر مباراة بدور المجموعات، وقال: إنه أمر مرير بشكل لا يصدق بالنسبة لنا، لأن نتيجتنا كانت ستكون كافية. إنه شعور بالعجز. خروج ألمانيا من دور المجموعات كما ذكرنا في البداية ليس الأول في تاريخ المنتخب، فقد حدث في المونديال الماضي بروسيا عام 2018، وطبعا ألمانيا فازت بكأس العالم
4 مرات، وذلك في عام 1954 1974 1990 و2014.